بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد. والنهارده هنتكلم فيه عن معلومه. النهارده مفيش وصفه، بس في معلومه كده اهوت كلنا بنستخدم في كل بيت، وعايزين نفهم بقى نعمل ايه في المعلومه الجديده دي ونستخدمها ازاي صح. هنتكلم فيه عن ايه؟ عن انواع اللوف وازاي تستخدميه صح، وازاي تتخلصي من البكتيريا اللي فيه، واستخدامك ليه غلط بيسبب في حاجات كتير. اول حاجه هنبتدي بنقول ايه؟ بليفه البيبي. الليفه دي ما تنفعش تستخدميها. الليفه دي كده، الليفه دي ما تنفعش تستخدميها غير للاطفال، او لو انت هتستخدميها هي يعني ايه، مش هتطلع من الجلد بتاع الكبار الجلد الخلايا الميته، لان الاطفال بشرتهم بتبقى لسه نظيفه. فممكن تستخدمي لهم حاجه زي كده، بتحطي عليها الشاور، بتستخدمي عليها الشاور كده وبتستخدميها. افضل انك تحطي عليها الشاور، بلاش الصابون، الشاور افضل بيديها رغوه احسن. دي تستخدميها للاطفال. لو انتوا الكبار بتحبوش الليفه اللي هي بتبقى خشنه شويه زي البلد اللي معايا دي، يبقى تستخدمي دي. بس كل فتره كده تغيريها، لان طبعا جلدنا غير جلد الاطفال. وافضل انك تعملي بيها سكراب الاول كده وهي ناشفه قبل ما تبليها ميه. تشيلي بيها خلايا الجلد الميته الاول، وبعد كده تغسليها بميه سخنه وتحطي عليها الشاور بتاعك او الصابون اللي انت بتحبي تستخدميه. اوكي، دي اول ايه ليفه، وهي بتبقى حلوه جدا للاطفال عشان دي ما بتحسسهمش في الدعك كده، بتدعكي لهم جسمهم ما يتضايقوش ويتاذوا ويكرهوا الاستحمام، بمعنى اصح. صح ولا لا؟ كلنا بيحصل كده لاطفالنا. دي افضل حاجه بتبقى للاطفال. ماشي، دي كده ايه؟ اول فايده معانا. عرفنا بقى بنعمل ايه. دي اول فايده معانا. نيجي بقى للليفه المغربيه. ازاي بقى بتستخدمي الليفه المغربيه؟ وهل الليفه المغربيه هي انواع؟ في انواع بتبقى مغشوشه. هي عشان تستخدمي الليفه المغربيه صح، يبقى انا هقول لك فيها كده شويه تفاصيل. اول حاجه ما تنفعش تستخدمي الليفه المغربيه بصابون بلدي. لا، دي ما تنفعش، ولا تنفع حتى بالصابون المغربي. لا، هو بتدهني الجسم بالصابون المغربي الاول، وتدعكيه كده تفضلي تدعكي كده حركات دائريه بالصابون المغربي، وبعد كده بتشطفي جسمك بميه سخنه، وتكوني هي نقعها في ميه سخنه قبل انت ما تستخدميها وهتعملي بقى السكراب بتاعك. وتسيبي جسمك كده هو تنزل الميه اللي عليه، وبعد كده ايه، ولو كمان نشفتيه يبقى احسن بقى. تنشفيه كده بالفوطه، خلاص انت عملتيه بالصابون. وبعد كده تجيبي بقى الصابون الليفه المغربيه، وتفضلي بقى تدعكي كده تطلعي خلايا الجلد الميته بعد ما شطفتي جسمك من الصابون. وهتعرفي بقى ايه، اول ما بتلاقيها مغيره الجسم معاكي كده مطلعه ابيض، تعرفي ان دي ليفه اصليه. عرفتي بقى الليفه المغربيه بتبقى ايه. وبعد كده استخدمي بقى الطمي المغربي براحتك. ممكن تعملي الطمي قبل الصابون لو انت بتحبي، وفي ناس بتستخدم الصابون قبل الطمي. يعني كده عرفنا تفاصيل الليفه المغربيه. هي بتبقى قماش، لو استخدمتي فيها بتبقى قماش كده اهوت. اول ما بتستخدميها وهي ناشفه خالص، اول ما بتعرفي هتجيبيها ازاي، بتلاقيها بتعمل طبقات جير لما تيجي تستخدميها قبل ما تبليها ميه ولا اي حاجه. تعرفي ان دي ليفه صح، ما بتطلعش معاكي سواد في ايدي. لو استخدمتي بقى فيها الصابون البلدي، ايه اللي بيحصل بقى؟ تعالوا اقول لكم بقى. اول ما تستخدمي بقى الصابون البلدي بتاعنا او الشاور، هتبصي تلاقيه مطلعه ايه؟ سواد معاكي ايا كان نوعها، لان هي بتتفاعل مع الصابون العادي، لان في مواد كيماويه هتستخدم الليفه كده. الصابون الكيماويه هتطلع بقى القشره بتاعت القماش بتاعها والوبره على الجسم بتاعك، وكده هتسبب لك سواد على الجسم، وهيدخل جوه المسام، خصوصا ان الجسم بيبقى ايه؟ سخن. الجسم بيبقى سخن من الميه السخنه، كل ده بيخش بقى في جسمنا وبيسبب لنا اضرار. طيب ما تستخدمهاش لفتره طويله، وافضل ان انت تبليها في الميه قبل ايه؟ قبل الاستحمام. تسيبيها في ميه سخنه كده شويه كام دقيقه كده قبل ما تتعملي جسمك بالصابون المغربي. وبعد كده بتركنيها بعد ما تخلصي بتشطفيها، وتعلقيها كده على حاجه ان هي تنشف. لازم تنشف وتتحط كده على جنب. خلاص كده عرفنا ايه تفاصيل الليفه المغربيه. نيجي بقى للليفه البلدي بتاعتنا. الليفه البلدي بقى انا بعمل ايه؟ انا بجيب الليف البلدي مثلا. انت الليف البلدي بتجيبيه بيبقى ناشف شويه. طب ده انا استخدمه ازاي؟ هو حلو ليكي جدا. اولا بيعمل سكرابات حلوه لو انت هتستخدميه، وخصوصا قبل الليفه المغربيه. لو جبتي دعكتي بيه جسمك الاول، بعد كده حطيتي الصابون المغربي، هتاخدي كده شاور ممتاز، وهتدعي لي بقى دي تشوفي النعومه اللي في جسمك. طب انا استخدمها ازاي؟ في ناس بتقطعها قطع كده صغيره، وانا مش بفضل ده. ليه؟ لو انت عايزه تعملي ظهرك او انت عايز تعمل ظهرك هتعمله ازاي؟
بالقطعه الصغيره دي مش بتجيب حاجه. انا بقى لما باجي استخدمها بنليها في ميه، اول ما تجيبيها كده ناشفه حطيها في ميه سخنه من غير اي حاجه، وشويه خل صغيرين بس كده، لو انتوا خايفين من البكتيريا اللي هتبقى عليها جايه من مثلا، في ناس ما عندهاش ضمير كده تبقى نقعها في ميه وكلور وهي جايه من الزرع يعني، عشان خاطر انها تنفش وتبلك كبيره وانت بتشتريها. طيب انت بقى هتيجي بتعمل شويه خل كده صغيرين وميه سخنه، اول ما تجيبيها ونقعيها فيها بعد ما تقصيها، بعد ما نقصها مش قبل ما نقصها، عشان النص التاني لو مش هتستخدميه هتشيليه لحد ما يجي وقته. وبعدين ما تطوليش، هي بتجيبيه شهرين 3 بالكتير تكوني غيرتيها وجبتي غيرها. ليها فوائد كتير، ده في ناس بتاخدها كده حته صغيره كده وبتعملها، بتبقى واخده حته كده مخصوص للبشره وبتعمل بيها البشره كده ايه، بتقشر بيها البشره على شويه كده صابون كده او شاور خفيف، بس بيكون خاص بالبشره وبتعمل بيها بقى سكراب للبشره بقى، بيقشر كل البشره خلاص. او انا بفضل ان انت متقطعهاش قطع كده، لا تقطعيها زي انا كده بالطول. شوف بقى بتقطعيها ازاي، بتقطعيها كده اهو، ده بيبقى احسن جدا 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 ومفيد، بتعيش معاكي لفتره طويله، وبتخليكي لو انت عايزه تستخدميها لحتت ورا كده زي كده بتعرفي تستخدميها، بتعمليها بقى بالصابونه كده وتستخدمي بقى ايه للظهر. اما بقى اذا كنت هتستخدمي للجسم بقى بتستخدمي نصها كده، هو مش تقطعيها يعني، وهي تحطي الصابون في الحته دي واستخدمي بقى دعكي جسمك. وعايز تعمليها كلها بقى لو هتستخدمي للظهر بقى ايه، والحتت اللي مش بنعرف نطولها دي انا بفضل استخدامها كده، وبتعيش اطول، بتعيش اطول اطول اطول، وبتعيش احسن، بتفضل معاكي فتره طويله. اما بقى بتعوزي بقى تقطعيها قطع كده اهو، بتبقى طبقتين فوق بعض، بس ليها استخدامات مش في كل حتت، مش بتعرف تعرفي تدعكي بقى ظهرك، ولا بتدعكي ولا بتدعك ظهرك دي كده بتبقى احسن. ولا حد يقول لي الليفه كبيره ولا مش كبيره في الحمام، ما تصدقيش حاجات زي دي خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واكون عرفت اقول لكم على معلومات كتير ان شاء الله في الليف. بس انا زي ما قلت لكم كل فتره تتغير، الليفه المغربيه بتاعت الاطفال، اي ليفه اي ليفه من الثلاثه لازم تتغير كل فتره كده اهوت. والليفه كله يتنشف بعد الاستحمام، يتحطوا في اماكن تتنشف فيها، مش كل حاجه تتركن كده على ميه تيجي عليها، لا تخليها كده في مكان تحطيها على جنب، تصفي الميه اللي فيها والصابون وخلاص، الشطف بعد الاستحمام يتشالوا بقى على جنب بقى يتنشفوا. يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده بالمعلومه الجديده دي، واكون قدرت اوصل لكم كل جديد ان شاء الله في كل تفاصيل البيت. ويا رب قناتي تعجبكم كده، وما تنسوش اللايك يا حلوين، ما تنسوش الاشتراك ويوصلكم كل معلومه جديده. اشوفكم في فيديو جديد، باي.